السلام عليكم يا جماعة الخير، يا الربع يا جماعة. في هكر جديد واصل عنا الإمارات، موضوع مهم جدا جدا. الهكر هذا هكر عن طريق الواتساب، يهكر الواتساب مالك. طبعا صار لي أنا هالموقف، هكروا واتسابي ودخلوا على الواتساب مالي ويكلمون الأرقام اللي أنا حافظنهم مسيفنهم على أساس إن هذا أنا، يطلبون مثل من ربعي ولا أي رقم، المهم أنا مسجلنه. يطلبون منهم صور، يطلبون منهم بيزات، يطلبون منهم ما أدري شو. المهم هذا الشخص ملعون قاعد يلعب بالتليفونات ويهكر على حسابات. وهذا المهم هالهكر جديد واصل عنا الإمارات. هذا الهكر جديد واصل عنا الإمارات، أحذركم يا جماعة الخير. تقريبا وصل باقي الدول الخليج. بس أنا أقول حق هالكلام أوجه، أنا عادي ما عندي أي مشكلة. يهكر حسابي يهكر، يدخل على صوري خليه يدخل صوري عادي، ريال أنا. بس أنا أحذر البنات. طبعا هذا يهكر ياخذ الصور ويهكر على حسابات آي كلود ولا انستغرام وغيره وغيره. أنا حسابي كامل تهكر، انستغرام وواتساب وغيره وغيره. فأحذركم يا بنات، خصيصا الكلام حق البنات اللي عندها صور في تلفونها تحوله على فلاش ولا لابتوب ولا مكان ثاني. المهم هذا هكر جديد واصل عنا الإمارات عن طريق الواتساب. حذرتكم يا بنات، امسحوا الصور ولا احفظون مكان ثاني. مع السلامة. السلام عليكم يا جماعة. أنا محمد مطالقة. امبارح صارت معي قصة واليوم تأكدت منها من الشباب بالدوام، فقلت حبيت أبلغكم بما أنه أنتوا باللستة عندي. يا جماعة امبارح وأنا قاعد كان تليفوني تيجي مسجات على الواتساب وكأني أنا قاعد أكلمه بس أنا مسكر الجوال. فمسكت تليفون صاحبي وفتحت على اسمي على الواتساب من عنده، فشفت حالي أنه أنا أونلاين مع أنه أنا مسكر الجوال. بعثت له من تليفون صاحبي ورد علي، بيرد بكلام انجليزي طبعا. فانا توقعت انه حركة من الشباب، حد فاتح تليفوني من الشباب، حدا ماخذ الاكاونت. بس بعد ما تأكدت هسه بالدوام عندي الشباب كلياتها بيقولوا لي انا تهكر حسابي، انا واحد داخل على الواتساب ماخذ كل الصور. فيا جماعة في واحد شغال على قطر، وبما انه امبارح مسك تليفوني انا، ايش سويت انا؟ عملت ديليت للاكاونت. اعملوا كلكم، اعملوا ديليت للاكاونت، كل يومين ثلاثة اعملوا ديليت للاكاونت ورجعوا الواتساب مرة ثانية. امسحوا كل الصور اللي على التليفون لانه شغال من فوق وتحت. انا ماسح الواتساب اللي عندي من امبارح ولسه اليوم كمان راح امسحه وبكرة راح امسحه، لانه نص اللي عندي بالدوام مهكرين حساباتهم. وانا هلا راح ابعث لكم تسجيلات على الناس شو صار معاهم. اللهم اني بلغت، اللهم فاشهد. واي شيء بيجيكم مني انه على اساس محمد مطالقة بده مساعدة بده فلوس، هذا كذاب مش انا. وشكرا. يا الربع، في موضوع خطير وصاير هالكم من يوم في قطر. في هاكر الحين منتشر. احنا شباب ما يعيبنا شيء. انا اليوم هكروا سنابي وايميلي وانستغرامي. فهاي واحد شي مثلا يهكر سنابي، يدخل عليك على اساس انه واحد من ربعك، يطلب ايميلك او رقمك، عاد انت تعطيه، تثق في رفيجك انت. فنصيحة مني لكم يا الربع، كل واحد يكلم اللسته اللي عنده في السناب، وكل واحد يكلم ربع. ما نبي نتأذى اكثر من كذي. وايد بنات تأذوا، وايد شباب تأذوا. الله يستر علينا وعليكم. كل واحد الحين يطرش في السناب وفي الواتساب وفي الانستغرام. ترى حتى البحث الجنائي ما يدرون. الموضوع وايد خطير ومنتشر بطريقه غريبه، ما حد يدري. انا كلمت البحث الجنائي وقدمت شكوى، بكره بروح لهم. انا تاذيت ووايد ناس تاذوا، وانا ريال عادي يعني. اوكي هكر حسابي، لو يطر صوتي انا مفصخ ما يبني شيء. بس بناتنا الله يستر عليهم، ينقص عليهم شيء، يهدي صورهم، لان وايد ناس تاذوا. كل واحد من الحين، كل واحد يحذر اهله، يحذر هاي. الله يستر عليكم يا الربع. انا قاعد انشر لكم من وجه الله وقاعد احذركم. يدخل على السناب، يدخل على انستغرام، ما ادري، بس ابن الكلب يقعد يطلب الايميل. وتدري احنا على بالنا انه واحد من الربع هاي، ونعطيه ويهكر. اللهم اني بلغت يا الربع. كل واحد يكلم اللي عنده في الجروبات في كل شيء. على بالكم انا استهبل كيفكم، انا ما قاعد استهبل. والموضوع بتعرفون، اذا ما عرفت اليوم تعرفونه باكر. ابن الكلب حاطه القطر في راسه.